بصوا برضو يا جماعة، احنا في سقارة عندنا يعني الهرم المدرج طبعا، وعندنا ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الله يسلمك. وعندنا اهرامات تانية صغيرة، اللي هي الاهرامات بتاعت الاسرة الخمسة يعني. فطب هم عملوا الاهرامات اللي هي التانية ديت شكلها عامل كده ليه؟ يعني حاجة كده ايه، مش هرم بجد يعني. هتحس ان هو ايه، كتلة كده من الطوب كده زي هرم تيتي مثلا اللي هناك ده. ليه عملوا كده؟ لسببين. اول حاجة انه ظروف سياسية، ان ابتدت الدولة تضعف، فما كانش في مقومات قوي، فعشان كده ما كانش في امكانية ان هما يكملوا على نفس نمط او نفس نهج اهرامات الجيزة. دي حاجة. الحاجة التانية ربنا يكرمك يا رب. السبب التاني ايه بقى؟ اوعى تقول انه الاسرة الخمسة والستة احنا اخترعنا نصوص الاهرامات. لا 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 لا. نصوص الاهرام دي كانت الاول خالص بتبقى على اوراق بردي، يعني هي زي عبارة عن صلوات على ورق بردي. لما الملك بيموت او المتوفي بيموت، بيجي ابنه الكبير لو ملوش ابن بيبقى اخوه، ويمسك الورق ده ويقف يقرا الصلوات دي زي ما احنا بنقف كده بعد دفن الميت، مش بنعرف نقف نقرا قرآن عليه. هي نفس الفكرة، يقعد يقرا الصلوات دي عليه علشان دي تسهل له انتقال الروح من العالم الارضي للعالم الاعلى. خلاص. لكن اكتشفوا بعد كده انه الناس بتسرق البردي ده، بتسرق الورق ده، زي ما دلوقتي ما في ناس بتسرق الكفن. ما هي الناس بقت تسرق الورق البردي. يقوموا يعملوا ايه؟ قال لك لا، واحنا بقى يعني احنا فرحتنا هنعمل هرم زي جميل جدا من الخارج، والورق مش هنلاقيه اللي عاملين بيه الصلاة على المتوفي. لا لا لا، احنا نلم الموضوع على قد ايدينا كده، بس اللي يهمنا حجرة الدفن نكتب عليها الصلوات دي اللي هي نصوص الاهرام، الصلوات اللي هي بيقف يقراها اخو المتوفي او ابنه الكبير. فهمتوا بقى ليه انه الفترة الاخيرة او من الاسرة الخمسة او الاسرة الستة كانت الاهرامات بتاخد الشكل اللي هو عبارة عن كتلة حجرية او رملية، غير ما بنشوف في اهرامات الجيزة. شكرا جزيلا.